بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة يا رب. ده بقى مخلل، طبعا لفت، شايفين جماله. ده كان بالنسبة لي يعني هو تالت يوم النهاردة، وطبعا تخليله سهل وبسرعة، وكمان مخروش ومش مهري ولا اي حاجة. يعني ده هيقعد معانا ان شاء الله لحد رمضان. لانه مخروش احنا بنحط له مادة حافظة. المادة الحافظة دي اللي هي السكر، بتديله طعم وطعم جميل كده، مبيبقاش حادق. لا، بيبقى يعني بين الحادق والحلو، يعني بيبقى معتدل في الطعم. زي ما حضراتكم شايفين حاجة كده جميلة قوي قوي. شايفين لونه بامبي ازاي جميل. طبعا حبيت اوريكم. هو في تالت يوم بقى، خلاص هو استوى، يعني هو 3 ايام بيستوى على طول. فزي ما حضراتكم شايفين كده جماله. ورغم عن كده لسه برضو لسه هيتلون تاني، لان لسه فيه برضو اثار لون البنجر، لون اللفت الجميل. آه، ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حاجة جميلة جدا، يعني انا اكلت منه جميل قوي 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 قوي. يعني ما هوش حادق لدرجة انه يتعب ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده لونه طبيعي وجميل جدا جدا. كمان المية بتاعته جميلة وصحية، يعني ممكن اللي يشربها مفيدة جدا. هو يعتبر من الألياف اللفت. حاجة جميلة. أنا بحب أعمله بالعروق بتاعته دي، بتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. وزي ما حضراتكم شايفين، ايه رأيكم في الطبق الجميل ده؟ يعني أنا حطاله طبعا هنا. بتتغسل كويس قوي، لأنه كله طينة وكله طينة من الأرض. لازم ينضف كويس قوي، يتغسل تحت مية جارية، بحيث انه ينضف خالص خالص. وزي ما انتوا شايفين كده لونه جميل. هو ما كانش محتاج بنجر ولا حاجة، لان هو لونه حلو، كان هيخليه اللون الطبيعي اللي هو زي اللي حضراتكم شفتوه ده كده بالظبط. طبعا انا غسلته كده، كنت غسلته. شايفين غسيله عامل ازاي؟ زي الفل. وقطعته طبعا. احنا بنقطعه طبعا خرط، زي ما كأنك بتقطعي صوابع كده، يعني شرايح، بس ما تكونش شرايح رفيعة، تكون حلوة. وبنحطها بقى في براطيم وكده. في